دي فورد اف 650 سوبر ديوتي، وقفشت مفتاحها وتعالوا افرجكم على العربيه وجمالها والتعديل اللي معمول فيها. هاخد لكم بس الاول لفه كده على العربيه. يا جماعه العربيه اطول مني بكتير بكتير. الباب بتاعها تقيل جدا جدا. بص انت ممكن تشيل بني ادمين جوه. طبعا العربيه دي ليها استخدامات معينه. تمنها هنا في الامارات بعد التعديل اللي معمول فيها ده 600 الف درهم اماراتي، اي ما يقرب من 6 مليون جنيه. موتورها 6700 سي سي تربو ديزل، بيطلع 270 حصان و915 نيوتن متر. وعايز اقول لك على حاجه، الديزل مش مهم ان هو يطلع هورس باور عالي، المهم ان هو يطلع نيوتن متر عالي. شايف العربيه عامله ازاي؟ ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله على الجمال. انا عايز اقرب لك السنه كده. بص عامله ازاي، بص كبيره ازاي، وحش. تعالى بقى ايه، نطلع نبص على العربيه من جوه. للاسف انا مش هعرف افتح الموتور لان انا قصير سيكا يعني، فايه ف بلاش تنمر يا جماعه. انا اتنمر على نفسي بس محدش يتنمر عليا بعد اذنكم. بص بقى يا سيدي التعديل. طبعا هو مكتوب بليز دونت تاتش بس انا بتاتش عادي يعني. تفتح كده السايد سكيرت اللي هنا بتروح فاتحه. ليه بقى يا باشا؟ علشان انت تطلع الدور الاول فوق. الدور الاول اللي هو ايه؟ ادي 1 2 3. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. العربيه حالتها نظيفه جدا، موديل 2019 العربيه دي، وزي ما انا قلت لك معروضه ب 600 الف درهم. والعربيه فيها حاجات كتير عايزين ندخل نتكلم فيها. طبعا هتلاقي تعديلات بسيطه جوه في العربيه، زي مثلا ايه، تظبيط الكربون فايبر اللي موجود جوه ده. كل الجزء ده زي ما انت شايف، ده طبعا مش حاجه معموله في مصر الجديده في شارع دمشق يعني ستيكر ومحطوط، ده اوريجينال كربون فايبر. بص فيها شويه تعديل، حركات، حاجات كده ايه. الجو حر النهارده. طب نفتح وندور، يلا بينا. يا خرابي على الوحش. اسمع كده، العربية دي عايزة صحراء، عايزة صحراء يا اخوانا. ننزل كده عن العربية، انت تحسس ان انت قاعد في الدور الاول علوي، حرفيا الدور الاول. والله العربية شكلها مخيف مخيف يعني. انا ما كنتش جاي للعربية دي على فكرة مخصوص، انا كنت جاي في مشوار جنب العربية وشفتها من كام يوم، واول ما شفتها قلت لا انا لازم اجي للعربية دي، لازم اجي اصورها. طبعا تنكات بنزين كتير موجوده في العربيه علشان بقى ايه، السفاري وعلشان الكامبينج والحاجات دي كلها. ايه رايكم في الامرايه دي؟ ايه رايكم؟ بسم الله ما شاء الله، وحش. في بقى منها الاف 750 لسه نازله امريكا من كام يوم، ولما انا قعدت ادخل اقرا عنها شويه واعرف شويه معلومات، لقيت ان هي ايه، متقدمه شويه عن دي في شويه تكنولوجي كده. ولو توفرت عندي هنا في الامارات ايه، هصورها لكم. طبعا احنا مش جايين نتكلم عن الاوبشنز، لا هقول لك كراسي كهرباء ولا كراسي جلد ولا الحاجات دي كلها. ناخد لك لفه كمان على العربيه كده. فورد اف 650 سوبر ديوتي، تانك بنزين اهو، وتانك بنزين الناحيه التانيه. حته عربيه وحش، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. تمنها زي ما انا قلت لك 600 الف درهم، يعني 600 الف جنيه بس. فانت لو معاك المبلغ ده وراجل بتحب السفاري، تشتري العربيه دي ولا ما تشتريهاش؟ يلا اشوفكم على خير ان شاء الله.